بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها. وأما الأحاديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير، يعني أن الإنسان إذا اعتاد فعل الخير فينبغي أن يداوم عليه. فمثلا إذا اعتاد أن لا يدع الرواتب، يعني الصلوات النوافل التي تتبع الصلوات الخمس، فليحافظ على ذلك. إذا كان يقوم الليل فليحافظ على ذلك. إذا كان يصلي ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك. كل شيء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عمله ديمة، يعني يداوم عليه. إذا عمل عملا أثبته ولم يغيره، وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل به ثم تركه فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير، لأن الرجوع بعد الإقدام شر من عدم الإقدام. يعني لو أنك لم تفعل الخير لكان أهون مما إذا فعلته ثم تركته، وهذا شيء مشاهد مجرد. وذكر المؤلف رحمه الله عدة آيات من القرآن كلها تدل على أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على ما اعتاده من الخير. فمن ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني لا تكونوا كالمرأة الغازلة التي تغزل الصوف ثم إذا غزلته وأتقنته نقضته أنكاثا ومزقته، بل أديموا على ما عملتم عليه. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي أنهم كانوا يعملون العمل الصالح لكن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وتركوا العمل، فلا تكونوا مثلهم. وأما الأحاديث فذكر منها رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. كلمة فلان يكنى بها عن الإنسان، البشر، الرجل، والمرأة يقال فلانة. وهذه الكلمة فلان يحتمل أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الرسول لم يذكر اسمه لعبد الله بن عمرو سترا عليه، لأن المقصود القضية دون صاحبها. ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عينه لكن أبهمه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وأيا كان فالمهم العمل والقضية. رجل كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل فلم يثبت ولم يداوم عليه، مع أن قيام الليل في الأصل سنة. لو لم يفعل الإنسان لم يلم عليه، يعني لو لم يقم من الليل ما لامه أحد ولا قال له لماذا لم تقم من الليل، لأنه سنة.
لكن كونه يقوم ثم يرجع ويترك هذا هو الذي يلام عليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ومن ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدأ الإنسان بطلب العلم الشرعي، ثم إذا فتح الله عليه بما فتح تركه، فإن هذا كفر نعمة أنعم الله بها عليه. فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر، إلا أن يشغلك عنه شيء على وجه الضرورة، وإلا فداوم، لأن طلب العلم فرض كفاية. كل من طلب العلم فإن الله يثيبه على طلبه ثواب الفرض، وثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فطلب العلم فرض كفاية، إذا قام به الإنسان قام بفرض عن عموم الأمة، وقد يكون فرض عين فيما إذا احتاج الإنسان إليه في نفسه، كمن أراد أن يصلي فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة، ومن كان عنده مال لا بد أن يتعلم أحكام الزكاة، والبائع والمشتري لا بد أن يتعلم أحكام البيع والشراء، ومن أراد أن يحج لا بد أن يتعلم أحكام الحج، هذا فرض عين. أما بقية العلوم فهي فرض كفاية. فإذا شرع الإنسان في طلب العلم فلا يرجع، يستمر، إلا أن يصده عن ذلك أمر ضروري فهذا شيء آخر. ولهذا كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا بالعمل تركوه. في غزوة أحد خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو 1000 رجل، منهم الثلث تقريبا من المنافقين. ولما كانوا في أثناء الطريق بين المدينة وأحد رجع المنافقون، لأنهم لم يخرجوا لله، رجعوا وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالحاصل أنه ينبغي للمسلم إذا من الله عليه بعمل مما يتعبد به لله من عبادات خاصة كالصلاة أو عبادات متعدية للغير كطلب العلم أن لا يتقاعس وأن لا يتأخر، ليستمر، فإن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن إرشاده: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. والله موفق.